هل انت بتعاني من مشاكل في لعبة بrawlhalla بسبب الدروب فريم او الفريمات بشكل عام، عايز تحلها وتلعب زي المحترفين؟ موضوعك عندي. هنبتدي اول حاجة بان احنا نروح على ستيم ونيجي هنا عند اللايبراري، نروح عند brawlhalla، تفتح probabilities وتحط الكودين دول unlock fps اللي بيخليك تكسر حاجز الفريمات تماما. تاني كود وهو النو ايزي انتي تشيت، ده بيلغي نظام الانتي تشيت في اللعبة عامة. هو النظام ده كان المفروض ان هو بيمنع الغشاشين في الرانك، بس الموضوع ده اصلا مش شغال، فلما بيشتغل بيديك حمل على الجهاز ملوش اي لازمه ولا اي حاجه حرفيا، هو بس موجود كده. فانت الافضل ايه؟ ان انت تستعمل الكود ده وتريح دماغك. بعد ما تخلص الاكواد تخش اللعبه عادي زي اي يوم طبيعي جدا، وتستنى تقعد ال 100 سنه ضوئيه بتحمل. ولما اللعبه اخيرا تفتح Welcome to بعد 100 سنه Brawlhalla! ضوئيه او 200 الله اعلم، هتيجي هنا وتروح لقائمه الاوبشنز على اليمين فوق، تختار سيستم سيتنجز نبتدي بيها. ونصيحه لوجه الله، انا هكتب الحته دي، لو انت عندك الموسيقى عاليه طفيها لوجه الله مش اكتر يعني. انا بنصحك انت براحتك. بعديها هتلاقي عندك الساوندز برضو، دي براحتك، دي ما فيهاش حاجه بقى لا حرام ولا حلال. الفكره ايه؟ انت وسماعاتك انت وتقدر تستعمله بالصوت. بس كده كده انت مش محتاج تزودها اكتر من 17، يعني 17 بالكتير قوي، محدش بيزودها اكتر من كده، انت مش فاضي لدرجات. بعد كده تنزل للسبيد، السبكتيت ديلي، وتخليها سبيد. لازم تخليها سبيد عشان لما تيجي تتفرج على التيميتس بتوعك او الفريندز عندك، لان اي حد بيلعب عامه، انا بصور الفيديو ده بدري قوي مفيش حد بيلعب، يبقى تقدر تشوف نفس اللي هو بيشوفه بفرق ثانيه او ثانيتين بالكتير قوي. انما لو عملتها كواليتي الجيم هيخلص وانت لسه بتتفرج. فده عندنا بالنسبه للسيستم سيتنجز. ممكن نخش بقى على البريفرنس ده ممكن نخش عليه، وهنا انا هديك الاختيارات اللي انا بستعملها، ليك الحريه انك تبدل وتعدل فيهم براحتك اللي يناسبك، بس انا بستعمل دول. عندك في البلاير نيمز او الاسم اللي بيبقى فوق شخصيتك وانت بتلعب، تقدر تخليه اونلي يو، اللي هو يبقى عليك انت بس عشان ما تتلخبطش ما بينك انت واللي قدامك. التيم ايكونز انا برجح ان انت تستعمل الايكونز على التيم بتاعك بس، عشان تعرف انت هتضرب مين وما تضربش مين. اللي تلاقيه ما فيهوش علامه السهم اللي فوق دي ممكن تخش عليه بايديك واسنانك عادي. النيم والايكون سايز هنا بقى دي عباره عن نظر، دي مش بتاعتي خالص يعني. انت نظرك كويس تخليها ديفولت، نظرك بعافيه شويه مش شايف المثلث ممكن تخليها بيج نيمز، بيج ايكونز، بيج وخلاص، ممكن تخليها ديفولت برضه. الكولابس كروس اوفرز دي ملهاش دعوه بالبرفورمانس عامه، فانا ارجح ان احنا نخليها كده. كاميرا مود ودي بتختلف من لاعب لاخر عامه، انا انصحك تجرب كله في التريننج وتشوف ايه انسب حاجه ليك. بس انا بالنسبه لي وبالنسبه لكام بشري اللي بيعرفوا يلعبوا يعني في اللعبه دي، اللي بيلعبوها، الانسب ليهم كان كلاسيك، ويا ريت تفضل على كلاسيك يعني. هو مش كلاسيك المفروض ديفولت؟ ايوه ديفولت، خليك في ديفولت. هم قالوا لي ديفولت بس انا مش عارف يعني ليه كلاسيك اصلا، ما خدتش بالي الاثنين زي بعض. الستوك بوت تايمر ده ملوش دعوه بالفريمات عامه. الباك جراوند اوبشنز دي بيبقى ليها علاقه، يعني مثلا انت دلوقتي لو جيت خليتها ديفولت، الخلفيات ورا بتبقى بتتحرك وبيبقى بتشد على الجهاز، لو جهازك بعافيه شويه هتلاقيه تعب زي ال 60 فريم اللي هنا ده، بس ده مش موضوعنا يعني. ممكن تخليها يا اما على سيمبل باك جراوندز، وده اللي انا ارجحه جدا حقيقه يعني. ممكن تخليها بلور حسب بقى اللي انت عايزه، بس انا ارجح ان انت تخليها سيمبل باك جراوندز وبس. على كده في حاجات تانية طبعا انت ممكن تغيرها، ولكن في حاجه بس عايز اخد رايك فيها. عندك دلوقتي في كود زياده زي اللي قلتهم في الاول دول، في كود زياده اللي هو التريبل بفر، ده بيزود لك الفريمات بشكل كبير عامه يعني، ولكن بيبقى فيه طبعا في مقابل لكل حاجه. فانت بمقابل انك هتزيد فريماتك هيجي لك دروب فريمز في وسط الجيم عادي جدا، وانت لو جهازك مش بعافيه شويه عادي هتلاقي الموضوع عدى بسرعه مش هتاخد بالك منه. انما لو جهازك بعافيه زي ال 14 فريم، ال 12 فريم، الخرا اللي فوق ده، فانت مش هتعرف تتعامل مع الامر نهائي. فانا اللي ارجحه ان انت تستعمله وما تستعملوش، يعني انت تشوف المناسب بالنسبه لجهازك، ومش معنى انك شايف ان جهازك وحش يبقى هو خلاص كده Welcome وحش. to لا Brawlhalla! بص، الفريمات اتحولت من Training! 60 بقت نط 300 400. خلينا مثلا نجرب التجربة. Enchantress! شوف الفريمات عندي نضت من 60 ل 320 بعد التسجيل يعني. التسجيل على فكرة بيبقى عذاب، بيحاول ينقص 300 فريم تقريبا على الأقل. فاحنا ايه؟ هنجرب. انت ليك تجرب الاتنين، شوف ايه الأنسب بالنسبة لك. أنا عن نفسي مش فارقة معايا الصراحة يعني، كده كده المونيتور اللي معايا 60 هرتز فمش هتفرق. انما انت بقى شوف المونيتور اللي معاك قد ايه، وممكن تعمل لوك 6 اف بي اس على الهيرتز بتاع جهازك، وده هيساعدك جدا. تعملها ازاي؟ هقول لك انا. هتيجي هنا probabilities، تعمل set FPS، ممكن تخليها على عدد الهيرتز بتاعتك بالظبط. لو انت 140 تخليها 140، لو انت 60 تخليها 60. انا 60 فهخليها 60 زي كده وبس. كده اللعبه بتتحسن معاك بكل الطرق الممكنه، وهي اللعبه اصلا 2D فمش
مش هتموتك يعني، بس انت لو عايز تجيب فريمات زياده عشان تخلي ال 144 هرتز بتاعتك ليها لازمه، هي دي الطريقه. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لايك وصاب، سي يو